السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع حضراتكم صينية نجريسكو، انما ايه، جبارة. بتمنى تجربوها بطريقتي، سهلة وبسيطة ومنجزة ومتأكدة انها هتعجبكم. كمان هعمل معاها فراخ مشوية في الفرن بتتبيلة حلوة حلاوة. وكمان هنقول السر اللي بيخلي الفراخ مع حضرتك طرية، وكمان الطعم خطير. يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. اول حاجه هنبتدي مع حضراتكم بالفراخ. طبعا بنجيبها نغسلها كويس جدا بالمحلول الملحي، ملح وسكر وليمون، وبصفيها كويس جدا. وبعد كده برش عليها رشه من الفلفل الاسود. هنعمل بقى التتبيله. هنجيب الكبه، هنحط فيها حبيتين طماطم متوسطين كده، وقرنين فلفل. انا بفضل السبايسي، حضرتك ممكن تحطي بارد عادي، ده اختياري. وبصلتين يكونوا متوسطين. هنضربهم كويس جدا جدا في الكبه. وهنبتدي بقى ننزل بالخلطة دي في بولة. وهنضيف عليها بقى أول حاجة من ضمن أسرار أو من الأسرار اللي بتخلي الفراخ طرية جدا في الشوي، علبة الزبادي دي. ضيف علبة زبادي متوسطة، ومعلقة من الصلصة، ومعلقة من الكاتشب. وكان عندي أنا صوص باربيكيو حطيته، جزراية مبشورة، ومعلقة صغيرة من التوابل اللي هقولها لكم، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة من الفلفل الأسود، معلقة من بهارات الفراخ لو موجودة، ورشة بسيطة جدا من بودرة الزعفران بتدي لون خطير للفراخ. كمان ضفت ليمونة تلات أربع معالق زيت كده وبس. طبعا ظبطنا هنا الملح، وابتديت بقى انا جبت الفراخ. بصوا حضراتكم انا مشرحه الفراخ كده، الصدر والورك لازم تعملي فيه تشريحات بالسكينه عشان التتبيله تدخل جواه والفراخ تبقى متبله كويس. خلاص كده انا سبتها من بالليل. حضرتك ممكن تعمليها قبلها بساعتين ثلاثه، او تسيبيها الافضل من بالليل. هنا خلاص الفراخ كانت اتبلت. هاتي صينيه نرص فراخنا فيها. هنبتدي حضرتك بورقه زبده وتحطيها، وبعد كده تقفليها كويس بالفويل. بس انا بصراحه ورق الزبده كان خلصان عندي، فابتديت كده ارش رشه بسيطه من الزيت ولفتها كويس بورق الفويل. طبعا اعلى درجه حراره في الفرن. وهتحطي حضرتك الفراخ فيها، بتقعد من ساعه لساعه ونص. بعد ساعه هتبتدي تشيلي ورق الفويل وتسيبيها عشان تاخد لون. خلاص كده لحد الفراخ ما ندخلها الفرن، هنبتدي بقى نعمل احلى مكرونه نجريسكو ممكن حضرتك تاكليها. حله على النار، هنبتدي نحط الماده الدهنيه. انا حطيت زيت على سمن، وجبت بصلايه متوسطه وابتديت انزل بيها بعد السمن ما اتقدح او سخن. وبعد كده هنقلب لحد ما تاخد لون. انا هنا كان عندي نص بانيه عادي، قطعته كويس طبعا بعد ما غسلته، قطعته مكعبات وابتديت انزل بيه. هنبتدي بقى نضيف توابلنا، فلفل اسود وملح، شويه كزبره ناشفه، وطماطمايه مبشوره، وقرن فلفل. طبعا انا بحب السبايسي، حضرتك ممكن تستغني عن الخطوه دي وتحطي فلفل بارد. قلبتها كويس جدا، ظبطت ملحي، سبتها تتعصج زي اللحمه كده المعصجه. هنبتدي بقى نعمل البشاميل. حله على النار، هتبتدي تضيفي. انا حطيت زيت على سمن. لكل معلقه دقيق بنحط كوبايه من الحليب. انا هنا حطيت 5 معالق من الدقيق، وهنبتدي بقى نقلبهم كويس جدا في الماده الدهنيه لحد ما يبتدوا كده حضرتك تشمي ريحه الدقيق. هنبتدي ننزل بالحليب، او عندنا في مصر اللبن. هنبتدي ننزل بيه. قلنا كل كوبايه حليب بتاخد معلقه من الدقيق. انا هنا ضفت 5 كوبايات من الحليب علشان ضايفه 5 معالق من الدقيق، 5 معالق هرميه كده. نبتدي بقى نقلبهم كويس جدا. هنبتدي نظبط ملحنا. خلاص كده ادي كده البشاميل هيبقى جاهز. مجرد ما حضرتك تاخدي القوام اللي حضرتك شايفاه ده وكده يبقبق معاكي وياخد القوام ده، هنطفي عليه. طبعا احنا هنا سالقين المكرونه. حضراتكم طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، كلنا بنسلق المكرونه كويس جدا. سلقت المكرونه وضفت عليها نص البشاميل، وكمان نص الفراخ اللي انا كنت معصجاها. قلبتهم كلهم في بعض كويس جدا، وكمان حطيت عليهم رشه من الجبنه الموتزاريلا بتدي تيست حلو قوي للمكرونه. قلبت الكلام ده كله كويس جدا، وجبت الصينيه بتاعتي. ضفت برضو معلقتين كده من البشاميل، وانا كنت دهناها برضو. حضرتك ده اختياري، ممكن تدهنيها دهنه من السمنه او تحطي البشاميل اللي فيها على طول. وابتديت انزل بنص المكرونه في الصينيه، وسويتها كويس جدا. وبعد كده ابتديت اضيف العصاج او الفراخ اللي احنا معصجينها، وابتديت انزل بنص المكرونه التانية. حلو. ضفت بقى اخر حاجه، ضفت رشه من كان عندي ميكس جبن، يعني ده كان موتزاريلا على رومي. واعلى درجه في الفرن بتاخد تلت ساعه، لان كل حاجه جاهزه وبتطلع بالنجريسكو القمر اللي حضراتكم شايفينه ده. ايه رايكم بقى في النجريسكو والفراخ المشويه دي؟ بتمنى تجربوها بطريقتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.